الأسبوع اللي فات سهم ميتا خسر أكتر من 8% بالرغم إن الإيرادات زادت ب 28%. خليني أحكي لك القصة. يوم الأربعاء اللي فات شركة ميتا بتعلن نتائج الربع الثاني والإيرادات بتوصل ل 60.8 مليار دولار بنمو 28% مقارنة بالسنة اللي فاتت. رقم كان كفيل إن هو يرفع أي سهم، لكن بقى المستثمرين ما كانوش هنا بيبصوا على الإيرادات، هم كانوا مركزين على رقم تاني، الفري كاش فلو أو التدفقات النقدية الحرة. من سنة كانت 8.6 مليار دولار، الربع ده انخفضت ل 784 مليون دولار بس، وتراجع بأكتر من 90%. طب إيه السبب؟ ببساطة مارك زوكربيرج لا يقلل الانفاق ولا بيبطئه في الوقت الحالي، بل بالعكس هو بيسرعه. ميتا رفعت توقعاتها للانفاق الرأسمالي السنة دي ما بين 130 ل 145 مليار دولار، أكبر ميزانية في تاريخ الشركة. والسوق ببساطة وصلته المسج، ميتا ما بتحاولش إن هي تعظم 24/26، ميتا بتحاول إنها تفوز بسباق الذكاء الاصطناعي حتى لو كان الثمن إن الأرباح تتضغط دلوقتي. بس خلال ساعات بقى السهم فقد أكتر من 8% من قيمته، مش لأن الأعمال ضعيفة ولكن لأن المستثمرين بدأوا يسألوا سؤال واحد: إمتى الإنفاق الضخم ده هيبدأ إن هو يحقق عائد حقيقي؟ والسؤال ليك بقى، لو كنت مستثمر في ميتا، هل كنت هتبيع مع الإنفاق الضخم ده ولا هتعتبر الهبوط اللي حصل ده فرصة للشراء قبل ما تبدأ الشركة في إن هي تجني ثمار استثماراتها بالذكاء الاصطناعي؟